في مدينة عمرها ما نامت. الناس هناك ما بيغمضوش عنيهم، الأنوار شغالة طول الوقت، والشوارع بتحكي قصص محدش بيصدقها. وفي وسط المدينة دي كان في شاب اسمه ياسين. ياسين شاب عادي جدا، شغال في ورشة تصليح عربيات. حياته بسيطة وروتينية، بس كان في قلبه دايما إحساس إن في حاجة غريبة حواليه. وفي يوم من الأيام دخل عليه راجل غريب الساعة 1 بعد نص الليل، راكب عربية فخمة بس متبهدلة جدا، الإزاز مكسور وفي دم على الكراسي. الراجل نازل من العربية ووشه مرعوب، قاله بصوت متقطع: لو أي حد سألك قله إن العربية جت تتصلح عندك عادي، ومشي. وسابه ظرف مليان فل كان فيه أكثر من 50,000 جنيه، ومكتوب على الظرف: ما تفتحش العربية غير بعد يومين. ياسين وقف مش فاهم، بس الفلوس خلته يسكت. قفل الورشة وقعد في بيته طول الليل مش عارف ينام. ايه اللي بيحص؟ مين الراجل ده؟ وايه اللي جوه العربية؟ بعد يومين بالضبط قرر ياسين يفتح العربية. شاف حاجة مستحيل ينسوها طول عمره: جثة بني آدم في الشنطة، مغطاة ببطانية سودا، ووشه مليان طعنات. المنظر كان مرعب، والمشكلة إن مفيش أي كاميرا سجلت حاجة، حتى الكاميرا اللي في الورشة كانت مكسورة. وقتها ياسين قرر يخبي الجثة، خدها ودفنها في أرض مهجورة ورا الورشة، وقال لنفسه كده الموضوع انتهى. بس الحقيقة كانت لسه بتبدأ. من أول يوم دفن فيه الجثة بدأت تظهر له كوابيس. نفس الراجل اللي جاله بيظهر له في الحلم، وبيقوله: ليه دفنتني؟ ليه ما ساعدنيش؟ ياسين بقي بيصحى كل يوم مرعوب، ويسمع أصوات غريبة في الورشة، ويلقي حاجات بتتحرك لوحدها. الأسوأ من كده، بدأت الناس تموت حواليه، أولهم واحد شغال معه، وبعدين صاحب القهوة اللي جنب الورشة، وبعدين فارس صاحبه الوحيد. كلهم ماتوا بنفس الطريقة، طعنات في الجسم ووشوشهم مليانة رعب. وقتها ياسين قرر يهرب، ركب عربيته وساب المدينة، لكن في الطريق اتقلبت العربية، وصحي في مكان غريب، مكان شكله مش حقيقي. الناس كلها لابسة أبيض، ووشوشهم سادة من غير ملامح، وكلهم بيقولوا له بصوت واحد: أخيرا وصلت يا ياسين، إحنا مستنيينك من سنين. ياسين حاول يجري، بس رجليه مش بتتحرك. وقتها سمع صوت جاي من ورئه بيقوله: إحنا مش أعدائك، أنت عندك قدرات خاصة، وشايل مسؤولية كبيرة. أنت الوريث الأخير لمحارب قديم، بيقدر يشوف المستقبل، ويتواصل مع أرواح الموت. وكل اللي حصل معك كان اختبار، علاش أنا تعرف حقي.